محمد حسين. نعم، نشوف المتسابق الرابع اللي هو يوسف الحلي من محافظة بابل العزيزة. نشاهده ومن بعد راجعين. بس انت وبعد ما يكتب التاريخ على دوم ويا ناسك بالحكم عادل، صايم تكتف بقرصة رغيف وماي، وسيفك ما شبع قضى العمر ياكل، وتمشي بلا رسم خيلك تعرفك وين. الله وصدق خيال بس ما تركب الباطل، الله. ورديت الشمس من غربة مولاي، بس انت على بابك ما ترد سائل، وبس لله الكمال وكنا نعرف بيه، وانت منين ما صديت لك كامل، وجهال وكلها كانت قبل ما يكبرون علي، بس انت عمرك ما كنت جاهل، ومثل الثمر حكيك اخضر وبيروح، وشجره على النهر ما مش غصن ذابل، وتقف كلها تفرج من قطب مولاي، علي تونس السماء من توقف تقاتل، علي تونس السماء من توقف تقاتل. حلو. نعم استاذ كريم، شفنا يوسف الحلي، ملاحظاتك على يوسف. بناء شعري جميل. زين. انا كنت يعني للمقارنه البسيطه اشرت بيت وهمس لي نعم الحبيب ابو بنين انه توقف عند هذا البيت، فانا توقفت عند هذا البيت يعني. خوش. بعدين راح اعرف انا ليش اتوقف عند هذا البيت، هذا الموضوع يمه. الله يعوض. بناء جميل، ملتزم بالوزن الشعري، بقى ملتزم الى اخر بيت. قصيده جميله يعني، قد ما تحمل الصور العاليه لكنها بناء جميل. انا اشوفها صوريه اكثر من ما هي موضوعيه. هي صوريه صراحه، ويوسف شاعر كاتب قصيده لمنصه، يعني مو هذا الاداء، المفروض اقوى. زين. يعني حتى يوصل الصوره لمكانها. خوش. هو مستعجل يعني، كلش مستعجل. فتره الخمسه ايام هي يعني ممكن. نعم. يعني وزن حلو، لكن عندي نقطه عليه واحده، وهي انه يقول تمشي بلا رسم خيلك تعرفك وين. حلو. شلون الملاحظه؟ الملاحظه انه الخيلك اي جمع. امير المؤمنين كانت عنده فرس واحده، الروايات تقول اكثر من 10، بس يستخدم واحده. زين. وياي يقدر يقول مثلا تمشي بلا رسن فرسك تعرفك وين. بس هو بيت كبير يا ابو. لا انا باوع من خليت عليه نقطه واشاره، لان بيت حلو. تمشي بلا رسن خيلك تعرفك وين. خيلك تعرفك وين، هذا الشيء. الاستخدام للمفرد وليس للجمع. زين. هاي الملاحظه الواحده اللي يعني الرمزيه ممكن. رديت الشمس من غربله مولاي. خوش. بس انت على بابك ما ترى السائل. هذا اللي اشرته. هذا كوبيت يعني، هو الامانه يعني. هذا توارد. من البيت. توارد النائل المظفر. شو يقول؟ ما يحضرني بس على بالي. يقول تقدر هيك ترد الشمس مولاي، بس جفوف سائل تعجز تردهن. اذا مو هي من الثوابت يعني يا استاذ كريم. يعني علي بن ابي طالب من الثوابت انه رد الشمس. صح. واقعيا. هاي بس مو تحياتنا للاستاذ نائل، هاي لكل الشعراء. لا كل الشعراء، جائزه لكل الشعراء. بس نعم. مقارنته لان هاي من ثوابت امير المؤمنين، واحنا شيعة نروح نكتب. لا اذا تقارن بهذا البيت نعم فهي توارد. ممكن من ترجع للامانه انه التوارد وارد. قل لي ليش؟ زين. لان المقارنه بين رد الشمس ورد الفقير وحده. فعلا. ردة الشمس قاعده ثابته منتهين. نعم منها. ثوابت. اما كتوظيف انت ترد الشمس وما ترد الفقير. نعم. فكره توارد للامانه يعني. الحديث وياكم جميل جدا. الله. نشوف المتسابق الخامس اللي هو من محافظ